وصلنا على البيت ورح اورجيكم كل الشغلات اللي جبتها ونبلش سوا. اصور لكم اتوقع او ما بعرف بجوز بس بعمل لكم ابديتس. يعني هي السجاده اول شيء وصلت الصبح تبع الصالون، لونها الهي تبعها بيجي قصير مشان تكون سهله التنظيف، واللي بيجي لونها بيج. السجاده تبع الاكل تبع طاوله الاكل لساتها هون، هيك بتجي لونها بيج على كريمي على بني، كتير حلو. وهي المرايه يلي رح تكون بغرفه الاوتفيت تشيكس اللي هنيك. اورجيكم شو اللي جبناه من روستا نبلش. متحمسه كتير والله. هي يمكن اول مره بغير هالقد بالبيت، من زمان ما غيرت. اوكي شوفوا الفكره اللي عندي، احكي لكم شو جبت ومشان شو الفكره. يعني هدول الشمعات هلا رح اورجيكم كمان الهولدر تبعهم ووين عم فكر احطهم. هي السله عم فكر رتب فيها محارم الحمام تبع التواليت، يعني ارتبهم واحطهم على الخزانه الخشب اللي راح تكون هيك طبقات فوق بعض. اخذت القياسات ونحطها هيك مشان اذا خالص نستخدم منها. اوكي هي اول شغله. غيرت شوي، ما كلهم جبتهم نفس الشيء، جبت كذا نوع يعني كذا شكل يكون في تغيير. هي وحده كمان جبت، هي وحده كمان كتير حلوه، بيجي هيك شكلها. شوفوا هيك بتجي شكلها. وحده من هون رح تكون للبشاكير، الفهم بطريقه حلوه ونظبطهم. وحده منهم لمحارم الحمام. اتوقع هي لمحارم الحمام احسن، وهديك للبشاكير. هي اللي وقعت من كسر مجلة. في عندي مجلة كبيرة بالحمام، فراح افضيها من كانت اول شيء مكان تغيير لليوم تبع الحفوضة، بما انه متركها فالمكان حيكون فاضي، فقلت بنحط فيها هي هيك، وبنحط لها الشي شغله هون جوا. تعطي هيك روح حلوه روح حلوه للحمام المهم يعطي منظر حلو. اوكي فهي رح تكون هنيك. انا كنت محتاره اول شيء احط هي بالشباك هنيك. تعالوا اورجيكم شو قصدي. شوفوا هنيك قصدي هاد الشباك، بس حسيت انها كتير طويله صرت هنيك. هي مو قلت لكم عندي مثل البنك هذا شو اسمه الكاونتر للشباك، فاللي اقصر منها راح نستخدمه للشباك. اوكي عنا هدول كمان للاورجنايزنج. نحط انتين مثلا الديودرنس تبع هيمان بجوز، الديودرنس تبعي، شغلات هيك لازميننا كمان رح يكونوا بالحمام. هاي اللي قلت لكم عليها انا وهنيك، جبت حدا يساعدني لقيت لي اياها. لا الدرج تبع المغسله تحت، هيمان عنده ادوات الحلاقه تبعه، احيانا بيروح على الحلاق، احيانا اذا ما له خلق يعني بيشيل الشعرات اللي طلعوا لحاله. ف هيك نفتحها وبنرتبها، بحط له فيها الادوات تبعه، بحط مثلا الماكينه مدري شو عنده كذا قصه، فبنحطهم هون وهنيك. كل فتره والتانيه بصير سهل تنظيفها، يعني بنطلعها كلها وبنعملها. طلعوا تنتين. هلا نحن بنحتاج وحده بس، لانه الاول درج صاير قسمين، بدكم انه صغار، فالمهم نحتاج بجوز لشي تاني، فبيجي معها تنتين. بعدها عنا هي، شوفوا هي اقصر، شفتوا هي اطول هي اقصر، فهي رح تكون بالشباك هون، ورح نحط فيها اتوقع هدول. اورجيكم بس 3 مشان ما يطلع كتير هيك، ونحطهم. تعالوا نجرب. والله اني متحمسه كتير، بس ما ترجعي تكسري يا زينب، كاسره كذا شغله انت اليوم هالمره خلاص. ثواني، والله عطت حياه للمكان مع الترتيب. هلا بتشوفوا اول شيء ما تحكموا، شايفتكم جبت احلى شغله
تبع سواد وبلاستيك وما حلوة. لقيت هي كتير حلوة، شوفوا ما أحلاها وكتير بتلبق، يعني بتحسوها ست مع وحدة من هدول. هي للغسيل كمان، لونها بيشبه اللي قلت لكم عليها، هي اللي بدها تتركب. في جواتها شمعدانة بيقولوا لها هي، جبتهم لطاولة التي في. كمان هيك لون يلبق للمخدة لهيك. في هدول الشموع مشان ما انكسرت صح. هي وحدة وهي تنتين. وحدة أطول من الثانية مشان يكون في شوية تناسق. هي هلا رح نستخدمها بعد ما ننظف الحمام. وهدول رح يكونوا بهديك الجهة. ما عاد فيني صبر، حط لهم الشموع. رح احطهم بمكانهم مشان ما ينكسروا. احلى شيء انه انا جايبه كل الاغراض مع الكراتين تبعهم. ناخذ مقص. تعالوا هون رح يكونوا هاي الطويلة هيك. لا يا زينب ما تتشاطري. اوكي بعدين بقصها. وهي هيك، وهي رح تكون هون، وهي خلص رح اتخلص منها. مو رح اتخلص منها، رح اضبها للصيف، لانه هي حتكون على الطاولة بس مع غير ورد. مع الوردة هي. بشني انا الورد كده. شوفوا هي هيك، وهدول هلا رح اقصصهم. اوكي هذا القلم تبع الايباد تبع ليا. استني هنيك. شو رايك بالاغراض بيبي؟ يعني الله يخلينا نشجعك كثير. لك لا شو دخله، بس انسبريشن. الشغله الوحيده اللي هي لهيمن هي اتوقع 3 بواحد. فيس بودي هير، شو كله والله، بودي هير فيس هير وكله، يعني شغله واحده. نحن 1000 شغله. ماسك، بلسم، شامبو، بودي جيل، بودي كريم، بودي باتر، مدري شو. هاي لا الايدين هلا بعبيها. هاي جبت وحده اضافيه لانه في شغلات ما بتنحط بالجلاي، فبغسلهم على ايدي وبنشفهم هون. هي إلك تبع المي. منيحة والله تلمس. الله بتحافظ اتوقع صح؟ ان شاء الله. بس غسلها منيح بالصابون والحجر. ليه صح الحجر؟ مين بيغسل الحجر؟ مين بيغسل وشه بالحجر؟ هاي بالبردية اذا ما في سكراب. هاي لا الطاولة، بس ما بعرف قد ايه طويلة. بتتذكروا شات جي بي تي حط لنا وحدة مثل هاي، بس كانت كتير برتقالية، ما كتير بدي برتقالي. فيها هيك اوراق خريف. لا الطاولة هدول يعني للبزر مثلا، ما بعرف، لزيتون مثلا، اذا حاطه ليمون ما بعرف والله بصراحه، يعني بس حسيتهم كيوت. مصين كيف من ورا كيوت. نايس. شوفوا ما احلاهم، بس عن جد والله كثير حلوين. واو نحن البنات كله واو. وهي كمان رح نعمل فيها قصص. هاي كمان لا الحمام، رح
الديفيوزر. كيف يمكنني أن رح احطها جنب الزرعة اعلى شي فوق الخشبة فوق. احلى شي انا وعم بشرح لكم حاسستكم فهمانين علي وعم تتصوروا المنظر معي. نطير اغير ثيابي كمان. والله ريحتها كتير حلوة. هدول اكسترا بس بحس ما رح نحتاجهم. اول كيس خالص. ثاني كيس هدول اللي قلت لكم عليهم. كنت بدي اخذ هيمان، مو هيمان، كنت بدي اخذ وحده لهيمان كمان بس ما كان في اكبر من 40، كانوا بس السايز تبعهم بس لل40، وهيمان نمرة رجله مو 40. ثواني اشوف هدول ظابطين علي. قد ايه اسفنجتهم عالية، بتحسوها عن جد كتير هيك يعني واو كبير. راحوا والله طلعوا كبارها، كانت بتيجي يمكن هذيك 40. حبيت بس ما توسخيها هلا، نطيت لي زينب نطفي خلص بعدين. إيه صحيح لقيت كتير بيجاما كيوت. من امتى روستا عندهم بيجامات؟ شوفوا بيجاما لونها بني وعندها هيك من تحت وبتيجي قطن. اوكي اخذتها بالسايز سمول بس حاسستها كتير كبيرة والله، ما بعرف نشوف. إيه. هي جبتها لهون للمطبخ. هدول وحدة منهم رح تكون على طاولة السفرة، وحدة هون جوا جنب الهي. والله ريحتهم طيبة، بس البيضة ولا البرتقانية احطها هون جنب الهي. هاي بامبكن. ريحتها عن جد بتحسوا عم تشربوا قهوة البامبكن. هدول التنتين الكتاكيت، وهدول كمان الكتاكيت بدهم شمعة. وهنيك شوفوا مثلا وحدة هون هيك بدهم شمعات بالليل يطلعوا. هي كمان الفطراية فطر كمان رح احطها هنيك. وهدول اكسترا جبتهم قلت بظبط فيهم الميك اب تبعي او شغلات، حسيتهم عمليين بصراحة. وهيمان جايب كيندر مع كيندر شغلات انا ما باكلها ابدا، بس هدول صح، بس هدول ايه كل هدول وبس هدول يا زلمة. يلا اغير ثيابي ونبلش.
صورة ما عم بعرف اعبر لكم عن سعادتي باني ليك صار صدى من كثر ما طلعت كل شيء. خلصت الحيطان البورسلان هذا او السيراميك، شوفوا اللمعة ما اطيبها كنت بدي اقول. وهون شليت كل شيء ونظفت. قلت لحالي يا بنت اسحبي هدول وكمان نطفي وراهم. يعني بدكم للصراحة ما كان في كتير وسخ، يعني شوية غبرة ملمومة على رجلين الغسالة أو هيك، بس ما كان في شي كتير. بس المهم أريح. وكمان هون نظف، هاي نظفت وخلصت. هاي والباب أكتر شي صايرين عم يتوسخوا، المغسلة والباب. ليش؟ لأنه ليوم متعود ياكل لحاله هلا وفورا يجي يغسل ايديه. يعني انا بحاول انه اخليه يعتمد على حاله، لانه هن بالروضه هيك قالوا لي انه خليه يعرف يغسل ايده لحاله، يعني يعرف يجي على الحمام ويغسل قبل، يعني انا ما اجي معه اصلا. فشو بيكونوا ايده شوكولا، ايديه اكل، بيفتح الباب وبيجي بيمسك هون. يمكن لاحظتوا كان في شوكولا هون لسه، بيجي بيمسك هون وبيمسك الهاي، يعني بيوسخ لي الدنيا قبل ما يغسل ايديه. وكمان اذا ما غسلهم منيح بنشفهم بالمنشفه اللي بتكون هون البيضه. يعني ما شعور. المهم عادي، خليه يعتمد على حاله ويتعلم. بننظف وبنغير. هاي شوفوا حطيت دواء كده. حسيت لازم اورجيكم التشطيف. هون ما في تشطيف غير بالحمام. لازم مي، يعني هون منيح اللي في مي بالحمامات، ما كنا قدرنا نغسل. برا كله تمسيح لانه خشب، بس هون بنقدر. كنت بدي اثبتكم بمكان واريح لكم قلبكم. ثواني انتو كونوا هون. لازم بالايدتين مشان اذا في بس في شغلة يا ريت لو فيني كمان اسحبها، بس ما بتزبط. هي ما بتتحرك من مكانها، هي ثابتة. وتحت في شوية فراغ، فأتوقع بيكون في غبرة الغبرة تبع الثياب أو تبع اللبس بشكل عام، يعني هي اللي بتجي هيك كلها دعابيل مدري شو. فما بتتبعد. هي ثابتة. هي تبع التدفئة عنا. نحن التدفئة عنا بيقولوا لها فان غولفي، يعني أرضية. الخشب هو اللي ومن هون بيتعير. شكلها مثل الغسالة أو عفوا مثل البراد، بس هي ما بتتحرك. وميكت ماي. إذا تليفوني وقع بتشتروا لي واحد جديد. ها كده كده كده. ومنرشرش مي. يويني هيك. طبعا هاي ورا الغسالة بالسنة مرة، ها مو كل يوم والتاني، لا هاي بالسنة مرة بنغسلها. ما بتتبعد لأنه تقيلة كمان. هلا هيمن إذا بيسمع إني بعدكم لحالي ببهدلني، بس هو مو بالبيت. ما صبتها، فكرة حالي رونالدو. هو راح يجيب ليوم، فلهيك قلت شو بدي استنى لسه. وين البخاخ؟ شوفوا كل هاي شغلات ما بدي اياها. ثواني اشوف شو في. بدي اركبها. انا مفكرة الانستراكشنز حيكونوا سهلين او هيك، يعني شوي شوي. لقيتها ورقة وحدة و A B C D وخلاص. هيك رح يطلع شكلها. هاي اللي فوق، فلهيك رتبت. شوفوا رتبت تبعون الحمام هون، والبشاكير هون، والقصص اللي بتجي اكسترا هنيك. فمشان اخلص الرفوف واخذهم على خلصت تعزيل الحمام، نظفته تنظيفه. لازم اركب هاي. ثواني خليكم هنيك انتو. اوكي في عنا A يلي بتجي A B C D
اوكي هدول اوكي هاي دي عدد 2 وهاي اي عدد 3. هدول اللي فوق اتوقع اللي هيك صغار، فكرتهم صغار. فنبلش لازم بالاي يلي هي رقمها A وبتجي وحدة. ما هو نفس الشي، شلون يعني؟ قصدهم وحدة أعرض من الثانية. هاي رقمها C 2. اوكي هدول بس لازم أتأكد. ثواني نفسها. عم يتسلوا فينا يعني ولا شوف نفسها. ليه مو مكتوب مثلا عدد 2 كل وحدة لحال؟ طيب خلينا ناخذ لنا وحدة. قصدهم والله مو فهمت قصدهم. طلعت القصة مش سهلة. اوكي هلا مبدئيا هو بس حيكون انه ما انا بكره هالهي. استنى هيما يركب لي اياها، اروح اعمل لي غير شي. هلا اعمل الهي، خلي هيما يعملها. هاي سهلة بس يعني خلي هو يعملها. اعمل شو اسمه الصوفاية، اترك له اياها يعملها. المهم قولي لا حسيت في شي يتحرك هنيك. المهم عنا هدول حتى لو يعني بتسعى اكثر كمان. هدول صاروا شكلهم مرتبين، وعنا هدول القصص تبع الحمام انا شعراتي كل شوي بينتكشوا زياده، بس شوفوا السجاده طلعت كبيره كتير وحلوه. يعني هي منيحه انها كبيره، طلعت ما احلاها. انسوا الكركبه يلي لسه بدها تظبيط، بس شوفوا طلعت كتير حلوه. وبالعاده تبع طاوله الاكل قماشتها شوفوا بتكون غير عن اللي تبع الصالون. هي مثلا بتيجي هيك ناعمه اكثر، هي بتيجي خشنه مشان ما تاكل هي، مشان ما تاكل. فطلعت كتير حلوه والله. عم قلها لهيمن هلا انه من ورا التنظيف هيك والريحه الطيبه والديكور الجديد هي الاجواء حتكون دافيه كتير كتير. اجواء الشتاء بتعرفوا طويله عنا، فلازم تجهزوا حالكم يعني تعملوا شيء بالبيت. هلا كمان كم شهر بنحضر مشان الكريسماس. ايه صح، كمان بنعمل ديكوريشن للكريسماس. يعني ما انه بنحتفل دينيا، لا بس هو ديكوريشن، بس ديكوريشن يعني كأضواء وهيك. ايوه ضوء لون احمر العتمة. بس مشان العتمه هيك اصلا اغلب العالم بتعمل، مو بتعتم بكير، فبدكم شيء يخليكم انه مبسوطين ومتفائلين، فبتجيبوا اضويه كتير. هلا خريف لشهر اخر ال11 صح؟ بعدين بنبلش. بس هي التنظيفه راحت ل1000 سنه حاج متت. الله يعطيك العافيه. يعافي قلبك يا روحي. المهم ضل هون. هلا امسح. على فكره مسحت الارض هون بالهي هي تبع البخار كمان، فالارض نظيفه نظيفه نظيفه. شوفوا هلا طبعا شغله التكنيس والمسح والغبره هي هيك يوميا تقريبا يعني، بس ننظف هون كمان، امسح هون كمان بالهي بالبخار، ونسحب شو اسمه الصوفايه مشان لابس لابس ملابسك الداخليه وقاعد بيهم ليه؟ ها لابس شورت ليه؟ لك عيب عليك.
ماما أنا كيسة. وش التربية دي؟ ها؟ وش هالتربية هاي؟ كيسة بريسيسة قلنا. ما كنت في مرة بدين داقي سكول يكتب راه كيسة كذا. لكن خلص بقى ما بيعرف. كله. انا هلا من التعب اذا قعدت ما راح اقوم، فما راح اقعد لنخلص. الحمام تقريبا جاهز، بس نركب هاي الرفوف واحط الاغراض تبعها فوقها، والارض هون نحط السجاده، ضل مرايتي. اللمبات هدول اتوقع اليوم رح يوصلوا تبع المطبخ. شوفوا ما ابشعهم، ما بعرف انا شو فكرت وقت جبتهم. طوال جايين وبتحسوا انه راح توصل على الراس الواحد. مثل ما قلت لكم جبت تقريبا بيشبهوا هدول. شايفين هدول اللي انه بالسقف، اللمبات اللي فوقك ما حلو صح؟ ايه جايبه غيرهم هلا رح يوصلوا اتوقع. جايبه مثل هدول اللي تبع المدخل انه فوق، انه مو نازلين. مش عم تطبخ لنا؟ انا بعرف على فكره يعني. رح يطبخ لنا كورب ستروغونوف، اكله سويديه بامتياز. هاي بتيجي مثل المرتديلا بس بهارات شعرك مرتديلا. بس هاي دجاج يعني مشان ما فهي تشيكن مياو. مياو شو. دجاج بتتحمص وبتنعمل بكريمة الطبخ، فيها بصل، فيها شوية هاي على فكرة كمان لا تنسى معجون طماطم وسنب. سنة بوكسة هو ريسيت ريسبت مير ديليت عامل قليل حبيبي انا جوعانة. لك مشان ريجيم شو طيبة هيعملها. هاي الأكلة دائما الأولاد بياكلوها بالمدرسة كمان، يا أما بتكون هاي يعني هي نفس أكلة وحدة بس تتغير، مثلا يا أما دجاج يا أما لحمة أو هاي كورف نقانق، بس مو لقانق هاي مرتديلا مثل المرتديلا بس اصل الاكله ما هي أكلها نية شوي. لا والله دجاج ريحتها مو بس يعني قصدي رح اشرح لهم الفرق بينها وبين المرتديلا، بس مو مرتديلا لا مو مرتديلا. بهارات. وصلوني كمان شغلات تبع الطلبية، هاي ما بعرف لوين رايحة، طالعة تاخد مشوار وترجع. رح اورجيكم. وصلوني اللمبات هدول بديل هدول، والقشاطة يعني مساحة، وطلعت لي حبة قد راسي هون حواليها كله مرم وعم يوجعني من التعب عادي. شوفوا هدول وصلوني. انا فتحت الكرتون وعم اقول لحالي الله شو هدول، انا ايمت وصلت صحون، ففكرتهم صحون اول اشي لحالي صواني صحون. بعدين لا عرفت اللي قلت لكم عليهم تبع البصل والبطاطا والثوم، فرح نظبطهم سوا. هاي تبع البطاطا والله كأنها عالية. هاي ثواني دائما بسرعة بلاقي لكم مكان على الفازة على الجمعدانة مدري وين تزبطوا. هاي تبع البطاطا، نجيب البطاطا الموجودة بالبيت والبصل والثوم. وعليها شوفوا في حواليها مثل هي مشان يسحبوا يعني مشان يدخل لهم هواء وما يخربوا بسرعة. راح نضيف البطاطا، وعلى فكرة بتاخد كتير، كان مكتوب اتوقع هي بتاخد اكتر من حوالي 4 كيلو. عنا البطاطا هون، كيوت. ثواني اشيك على شغلي انها توسع بالمكان. يس بيرفكت، تدخل حتى الغطا عليها بتجنن. هي تبع الثوم اكيد صغيره لانه هي
هاي اصغر شيء. انا من جيب توم اقل على البيت يعني كلهم بس بيكونوا. هاي وحده، في اكثر منها كمان وحده، وفي نص وحده. بيدخلها كتير يعني ما تخافوا، حتى لو بتاكلوا توم كتير ما تخافوا. وتبعيت كتكوتة هدول. وهي لا البصل. بس اتاكد اهم شيء انه ما في منهم. اوكي هاي شوي وحتخرب هون شوي، فرح احطها فوق مشان اول شيء نستخدمها. تمام. والاكياس لا هون. عاد نحطهم هنيك وارتبهم وارجيكم. احنا عن جد وقت الاغراض تكون بالعلب بيطلعوا مرتبين. شوفوا طلعوا ما ارتبهن. لا في اكياس ولا شيء وخلص. كل مين لحال. كثير حبيت والله. شو رايكم انتم؟ توم، انيون او بصل، بوتيتو. البطاطا كتير كبيرة وبتاخد مساحة كتير منيحة، يعني ما تخافوا انه الاحجام تكون صغيرة، كتير مناسبة. قدرت اعملها لحالي طلعت سهلة، بس يعني استعنت بهيما بانه يزبط لي الدريل. اول مرة بحياتي بستعمل هي. شو اسمها؟ دريل صح؟ ما تخاف ما تخاف. ما تخاف ما تخاف. اتوقع خربناها. لا والله صح. هيك هلا اللي تحت. اوكي انا رحت اول شي ركبت الصغيرة هاي، الثانية هلا رح اعملها. اتوقع نفس الحركة. هاي هيك وهاي هيك كده، وهدول هيك. لا صح كله غلط يمكن. ايه غلط على فكرة. يس غلط. منيح اللي ما كملت. طب اذا بدي افتحها هلا كيف؟ ضغط الزر اللي بجرب التومة. هاي الصفرة. كده. هاي هيك كان لازم تكون. ورجيني. لا مو هيك والله. ثواني. هيك هلا صح. ايوه هو ده. شوي كمان قلتي هو ده يا زينب.
انت والهو ده تبعك. لا لسه خلص. تاني وحدة. هلا صح. روحي انت من هون. هيك اتوقع صح. يس، هاي المرة الامور تمام. سهلة هي، بس يعني بدها مشان تعرفوا شو اللي يكون هدول، انه يكونوا الطبق اللي فوق وتحت انه يكونوا ظابطين. هو ده.